يا صباح الإيجابية. عارف إن في حاجات بسيطة ممكن تغير مودك طول اليوم؟ الفيديو ده أقولك على شوية حاجات بسيطة لو عملتها كل يوم الصبح هتحس بطاقة قوية، دماغك رايقة ونفسك مفتوحة لأي حاجة حلوة. ويلا بينا نبدأ ونسيب الطاقة السلبية ورا ظهرنا. ليتس جو. الخطوة الأولى إنك ما تمسكش التليفون أول ما تصحى من النوم، لأ. قوم بس كده الأول، خد نفس عميق 3 مرات وقوم اغسل وشك وبص في المراية وقول إيه العسل ده يا أختي كاميلة انتي. بعدين قول الحمد لله على يوم جديد أنا مستعد أعيشه بطاقة إيجابية. صدقني الجملة دي هتفتح لك أبواب خير كتير. الخطوة التانية اعمل شوية حركة لجسمك، شوية استرتشات بسيطة كده. يعني حرك رجلك، مد ايدك لفوق كده. الموضوع مش محتاج جيم ولا حاجة، هما دقيقتين بس. حرك الدم في جسمك عشان يشيل اي كسل في جسمك وتبدأ اليوم بنشاط. تالت خطوة هي كوب السعادة. قبل اي حاجة اشرب كوباية مية الصبح عشان هي اللي بتنضف الجسم. واهم حاجة كوباية المية اللي على غير الريق دي هتحسسك بالانتعاش كده من اول اليوم. ورابع خطوة هي البرمجة الإيجابية للعقل. تعالى يا ابن الناس واقعد مع نفسك دقيقة كده، غمض عينك، متخافش مش هعمل لك حاجة. غمض عينك وتخيل يومك ماشي زي ما نفسك فيه. ولا أنا النهاردة هنجح، النهاردة أنا النهاردة هبقى في أحسن حال وأروق بال إن شاء الله. واللي فات أحلى واللي جاي سهلة، واللي فات سهلة واللي جاي أحلى. الكلام ده بيبرمج عقلك الباطن على الطاقة الحلوة. الخطوة الخامسة وهي نية اليوم. قبل ما تطلع من البيت او قبل ما تبدأ الشغل اسأل نفسك انا عايز احقق ايه النهاردة. اكتب الهدف بتاعك في ورقة او حطه في دماغك. طب ليه؟ عشان اي حاجة وحشة تحصل في اليوم تقول يا عم مش مشكلة، هانت هي واليوم يخلص واروح اجيب لي نفسي اي حاجة انا بحبها واروح. وخد بالك الحركة دي ما بيعملهاش اي حد، ومش اي حد هيقول لك عليها، عشان تعرف بس ان احنا مش اي حد. ايوه، عمر المدرسة والباقي مقضيها كسكسة. وبس كده يا سيدي، لو عملت كده كل يوم ان شاء الله هتلاقي نفسك الحياة بقت سلسة. ما عدتش متوتر جامد زي الاول، وما عادش فيه ضغط نفسي عليك زيادة، لان انت يا تبقى مترلها. فانت هتبقى مستمتع بحياتك، مش شايل هم بكرة وبتاع. انت شايل هم اليوم اللي انت فيه يخلص، هتروح يا باشا تشوف وراك ايه، تطلع بره تعمل اي حاجة انت بتحبها بس. فده هيحفزك. فليه بقى كل ده ليه؟ من ال5 دقايق بتوع الصبح احنا بدأنا اليوم صح، هيفضل لحد ما ينتهي هنفضل مبسوطين ومرتاحين. مش هنتوتر، مش هيبقى عندنا ضغط نفسي. الفكرة كلها في ال5 دقايق او ال10 دقايق بتوع اول ما تصحى من النوم، هما اللي بيحددوا مصير اليوم كله. والاهم من ده كله ما تنساش الصلاة. بص اعمل كل اللي نفسك فيه، مش هقولك ابقى شيخ يا عم، بس مهما عملت ومهما عصيت ربنا لما تسمع صوت الاذان بيأذن قوم اتوضى وروح صلي. صدقني انت هترتاح نفسيا بالصلاة. اما ما بقولكش ابقى شيخ، انا بقولك مهما تعمل ومهما تعمل حاجات غلط ومهما تعصي ربنا، يجي وقت الصلاة خد بعضك وروح صلي. بس ده كل اللي مطلوب منك. وان شاء الله ربنا يوفقك في حياتك، وصلي على النبي بالمرة عشان ناخد حسنات. ولو عجبك الفيديو قلب اخوك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخلي في بالك الجديد شديد.